السلام عليكم ورحمة الله، ورجعت لكم فيديو جديد. وقبل اي حاجة عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله بكرة وقفة عرفة ان شاء الله. يا رب يعود علينا الايام كلنا بخير، ويا رب كل اللي بيتمنى حاجة يا رب تتحقق له باذن الله، وعيد اضحى سعيد علينا كلنا. النهارده بقى نزلت السوق، جبت حبة خزين كده، الحاجات الاساسية اللي لازم تبقى في البيت. مع ان انا هعمل ايه النهارده؟ هعمل ان شاء الله كبدة اسكندراني. الكبدة الصغنونة ديت هعملها لكم بقى باحلى تكات، هتاكلوا كبده تحفه ان شاء الله زي بتاعه المحلات بالظبط، واحلى كمان وانضف. هقول لكم بس الاول انا جبت ايه النهارده. جبت بقى ايه؟ جبت كيلو بصل. طبعا انا بيبقى عندي بس ايه زودت عشان طبعا ايام العيد بيفضلوا اسبوع اجازه. وجبت 3 بطاطس عشان بقى التحمير في البرضه، هسلقها هعملها. وجايبه 3 كيلو طماطم، ده طبعا لايام العيد عشان انتوا عارفين طبعا الناس بتبقى قافله، كل سنه وانتم طيبين. وجبت بقى ربع فلفل عشان الكبده، رومي على حراق. وجبت توم، كيس توم. انا بجيبه كده اكياس، مش بحب اللي هو المهروس ده اللي انا اخزنه، لا انا بجيبه كيس كده، بيقعد اصلا الكيس ده بيقعد معايا كتير جدا يعني. وجبت ليمون. هي دي بقى الحاجات النهارده اللي انا جبتها خزين عشان ايام العيد، الحاجات اللي هي الاساسيه بتاعت البيت. لكن طبعا في حاجات تانية كتير لسه هتيجي ان شاء الله، بكره هنزل اجيبها واوريها. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل الكبده العصافير بالتكات والحركات بتاعه ام ملك. بس انا عايزه اقول لكم بقى قبل ما اخلص، عايزه اقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه، وتدوسوا على الزرار الاحمر، وتفعلوا زر الجرس، وتشتركوا في القناه عشان انتوا تتفرجوا، ولا بتعملوا لايك ولا بتعملوا كومنت ولا اي حاجه. وكل سنه وانتم طيبين. هحضر الحاجه وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى هنعمل احلى طبق كبده اسكندراني يخلي الجيران من اخر الدنيا تشم الريحه. هقول لك على التكه بقى بسيطه جدا. التكه دي هتخلي الناس الجيران اللي في البيت تشم الريحه، زي بتاع عربيه الكبده اللي في الشارع كده، اللي بيبقى ماشيين بتخلينا هنموت كده وناكل الكبده دي ونقول غريبه يا ريحه البيت ليه مش بتبقى كده. هقول لكم بقى على التكه دي، انا عرفتها من واحد بتاع كبده جوزي بصراحه. هو كان واقف مره وشم الريحه فسال فعرف ان ايه السبب. هقول لكم ايه الحاجه اللي بتتحط بتخلي الريحه تبقى كده. دلوقتي بقى ادي الكبده، طبعا اللي هي الكبده الصغنونه خالص ديت ماشي. وده فلفل رومي مقطعاه، فلفل رومي صغير. انا ولا بحط فيه، ما بحط، بعملها بثوم وفلفل بس، ما بحطش ليها بصل ولا اي حاجه. يبقى ادي الكبده والفلفل الرومي وليمونتين. هقول لكم دلوقتي على التكه اللي انا قلت لكم عليها. وده بقى طبق فلفل حراق وثوم. الثوم لازم يبقى كتير، هي الكبده ثوم كتير. والتوابل بقى كزبره وفلفل اسود وملح فقط لا غير، ولا اي حاجه تانية. وكمون، نسيت الكمون. هحط دلوقتي، هجيب دلوقتي الكمون. ثواني هجيب الكمون واحطه لان الكمون مهم جدا. حطيت بقى الكمون، يبقى التوابل بتاعتها فلفل اسود وكزبره وكمون وملح وكتير. يعني هي بتحب الكمون والفلفل الاسود والكزبره كتيره، وطبعا الملح. بس كده، وسهله وبسيطه ولا اي حاجه. بس اهم حاجه الثوم والفلفل ده بيبقى كتير. وهقول لك بقى على التكه ده وانا بعملها. وده بقى بطاطس محمره، احمر جنبيها بطاطس. عايزه بقى تاكليها بعيشه تاكليها، عايزه تعملي ساعات كبده تعملي جنبها مكرونه ماشي، طاجن كبده بالمكرونه ماشي. بصي الكبده شغاله في اي حاجه معانا. هروح بقى على النار واوريكم انا هعمل ايه وارجع لكم تاني حبايبي. دلوقتي بقى هنحط بقى الكبده، وهقول لكم بقى على تكاتها اللي تخلي ريحه الشارع كله ايه تيجي من اخر الشارع. بصوا اول حاجه لازم تكون سخنه مولعه، سامعين؟ لازم تبقى سخنه مولعه، سامعين الصوت؟ الله يا ماما جوعتيني. ونفرك كده. كل سنه وانتم طيبين، وازيكم عاملين ايه؟ عيد اضحى سعيد عليكم. انت طيبه يا ملوكه. الريحه تحفه. طبعا الصوت، طبعا اول ما بتحطي الصوت بقى تلاقيه هدي. تستني بقى عليه، لازم نبقى سامعين الصوت ده. اول حاجه الزيت لازم يبقى سخن جدا جدا ونسمع الصوت ده. واول ما وما نقلبهاش على طول، ولازم تبقى في حاجه واسعه، ما ينفعش في حله مقفوله او اللي هي، لا لازم تبقى حاجه واسعه كده تبقى مفروده كلها. واول ما تاخد اللون ده نقوم مقلبين، مش اول ما نحطها نقلب، لازم تاخد لون عشان ما تجيبش ميتها. لو جابت ميتها تبقى عامله زي الكاوتش كده وبتشد ومش، لا. بصي هتلاقي الصوت بقى ايه بدا يهدى يعني شويه. بصي خدت اللون، هي سهله مفيش ثواني. هتلاقي اصلا الكبده ما ينفعش تخليها كتير على النار ابدا طبعا. والزيت بتاعها بيبقى معقول برضو يعني،
لونها تحفة، دي الكاميرا ظلمها جدا جدا. انا هنا باينة عندي اللي هي حمرا، دي حقيقه هي بني قوي اساسا. الكاميرا جايباها يعني فاتحه، لكن هي بصي لازم تاخد لون بني تحفة غامق وتحسيها كده اللي هي ايه استوى، بس هي ما استوتش ولا حاجه. وريحتها تحفة، انا افتكرتها استوت اساسا. لسه ماشي، لسه مقلوبه. هي بصي خلاص قربت. ونقعد بقى نقلب فيها شويه، ما احطش لها اي حاجه لسه. اجي بقى خدت اللون ده اقوم عشان بقى ايه، اقوم حاطه بقى ايه الثوم الاول. حطها بقى حاطه زيت بس، اقوم حاطه الثوم والفلفل الحراق عليها، هيطلع بقى الريحه الجامده جدا. وبعدين اقوم حاطه الفلفل الرومي برده نفس الكلام. ما بديش الثوم لا طعم لون ولا حاجه، هي لما بتكون استوت يكون الثوم خد اللون اللي هو الفاتح الذهبي، ما يكونش لون ابدا. الله، بصي بقى الشكل، شايفه ملوكه الشكل عامل ازاي؟ تحفة بصراحه شكلها يفتح النفس. انا جعت. تسلمي يا روما. ايه رايك يا روما؟ روما بقى هي اللي عماله اساسا بتحبها جدا عن الكبده الشرائح، فهي عماله بقى انا اللي عماله اصلا نزلنا عليها. هي اللي عماله تقول لي يا ماما انا عايزاه بس، واقوم مقلبه كده ونسيبها بقى لسه بقى ايه هتاخد ايه، لسه هتشكشك شويه. احط اللايك لماما. هنحط بقى التوابل، قلنا كزبره وفلفل اسود وكمون وملح، اقوم حطاه. وبعد كده التكه بقى هي دي بقى اللي انا ايه لسه هعملها. التكه دلوقتي بقى بصوا، عايزه اقول لكم والله العظيم الريحه رهيبه. عايزين بقى الريحه بقى بتاعت الشارع، هنقوم جايبين كوبايه زي كده حاطين فيها ليمونه، عصره ليمونه ومعلقه خل، وتقوموا بصوا بقى عاملين ريحه كده. عايزه اقول لكم بقى ريحتها، شموا احلى ريحه بجد، ريحتها رهيبه. هي دي بقى التكه. محمد كان مره واقف بياكل كبده من اللي هي في الشارع، ولقاه بيحط، قال له انت بتحطي ميه عليها؟ قال له لا مش، ما قال له بتحطي ميه على الكبده ازاي يعني؟ وشم ريحه جميله جدا. قال له الميه دي خلت الريحه دي تبقى كده يعني؟ قال له لا ده ليمون وخل هو اللي بيدي بقى الريحه. انتوا لو معايا هنا هتشموا احلى ريحه. الله، هم اساسا المفروض يخترعوا تليفونات او كاميرا تبقى بتطلع الريحه. يا سلام عشان تشموا الريحه الجامده دي. بس كده. ولا جابت ميه اللي فيها الصوص اللي ده زيت، هي لازم الزيت بيبقى فيها بصراحه كتير شويه وبس كده. وعايزه اقول لكم احلى كبده يبقى ولا تعبنا فيها، مفيش 5 دقايق واحنا واقفين يا دوبك الزيت بس يبقى سخن جدا، حطينا الكبده طشت، لازم تعمل كده طشت، نسيبها شويه ما نقلبش، خدت لون من تحت نقلبها، نفضل نقلب فيها شويه، بعدين اقوم ضايفه الثوم والفلفل الحراق والفلفل الرومي، ولازم يبقى كده ما بيستويه، هو بيبقى اخضر كده ما يبقاش دبلان ومش باين لا. بس كده. وادي الكبده واستوت وبقت ريحتها خطيره. بس اهم حاجه طشه الثوم بيبقى كتير، والطشه بتاعت الليمون والخل هو ده اللي هيدي التكه. انا بقى ما بحطلهاش ولا بصل ولا اي حاجه، اللي عايز يحط بصل يحط، بس انا بصراحه ما بحطش وبيستخفى بكده. واحلى بقى طبق كبده اسكندراني، وهاتي بقى عيش وطحينه وحطي، حطيها على مكرونه ما فيش. شايفين؟ وهاتي يا مرام الشكشكه يا ملك دي، شايفين الشكشكه دي؟ الصوص ده بقى بيبقى رهيب رهيب تحفه يا جماعه. بس كده. حطوا بقى اللايك. حمرت بطاطس ولسه هكملها يعني. وايوه هقول لكم بقى على حاجه ثانيه كمان. بصوا بقى في الخطوه دي انا ههدي النار بس ثواني، وبعدين هقوم طافيه خلاص، هي اعتبرت عمل. ده بقى ما ينفعش طبق الكبده من غيره، طماطم بالثوم والفلفل. عايزه اقول لكم بالدقه دي تحفه. قطعت سهله قوي، قطعت الطماطم وجبت من بره ثوم مهروس وقرن فلفل حراق، قطعت حتت صغيره وملح وفلفل وكزبره وبس كده، وحبه خل وليمون. عايزه اقول لكم الطبق ده رهيب، هيخليكم تاكلوا اكل مش قادره اقول لكم عامل ازاي. جربوه بالطريقه دي تحفه مع الكبده مع البطاطس بقى اللي لسه. وهغرف بقى واشممكم واقعد بقى ايه كده وانا بتمزج كده اوريكم انا خلصت عملت ايه. بس انا شايفه وانا بتكلم معاكم وطفيت على الكبده، بس الكبده كده خلصت وبالف هنا وشايفه على اللي يعملها. اهم حاجه بقى يحطوا لك ايه ويشتركوا في ايه. اهم حاجه تحطوا لي اللايك بتتعب والله وتشتركوا في القناه عائله ماما بسمه. ورجعت لكم بقى بعد ما خلصت وغرفت بقى كده. عايزه اقول لكم والله مش بقول كلام، ريحتها جامده. محمد بقى هو اللي بيصورني. قول لي يا محمد ايه رايك في طبق الكبده دوت؟ لا جميل، تسلم. بجد عايزه اقول لكم نازل جاي من بره ريحه الكبده بيقول لي يا سلام على ريحه الكبده، صح ولا لا؟ لا صح. حصل يا معلم. حصل يا معلم.
وطبق البطاطس عايزه اقول لكم بص سهله وبسيطه، ولا بقى حركات ولا افتكاسات، هو الثوم والفلفل على الكبده بس زي بره، ولا بصل بقى ولا الحوارات دي، لا اللي عايز يعمل طبعا بيعمل. وطبق الطماطم المخلله ده اوعوا تنسوه، هو ده بقى اللي هيخلي الليله دي يا لوي ده وقع هيخلي الليله دي كلها ايه جامده جدا. بس وهي دي كانت اكلتي النهارده الكبده الاسكندراني، ويا رب تعجبكم واعملوها بطريقتي وبتكاتي وحركاتي الممله. كنت انتظرونا في فيديو جديد ومع السلامه.